السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كرام العيد في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان مع كولر الأهلي بمن حضر. طبعا يمكن احنا من الكلمات التاريخية دايما عن الأهلي إن دايما بنقول الأهلي بمن حضر، يعني أي كان اللعيبة اللي بيلعب الأهلي بيها فالأهلي بيأدي. وأمثلة كتيرة طبعا زي ما فاكرين النهائي الشهير بتاع الأهلي والزمالك، الأهلي لعب بالناشئين وكسب الزمالك 3-2، أو مباراة 3-0 الشهيرة برضه لما الأهلي كان بيلعب بريعه والسايس وائل والمطر. فبأي طريقة الأهلي بيقدر يكسب بأي عدد من اللعيبة أو أيا كان اللعيبة. لكن فعلا الموضوع ده بيتجسد مع كولر إن هو بيلعب بأي 11 ما شاء الله بيكسب، ومش بيكسب بس ده بيكسب المقاولين ب4-1. مباراة يمكن مع بدايتها كان يهمنا نعرف تشكيل الأهلي، باعتبار إن في ناس كتير جدا مريحين، وفي ناس طبعا يعني ما بين التدوير الروتيشن اللي بيعمله كولر وما بين الإيقاف بعد مباراة الزمالك وبنا. الاهلي فقد محمد هاني وياسر ابراهيم وعبد المنعم، ثلاثه واخدين انذار ثالث فهم كانوا غايبين من الماتش. وبالاضافه لان كولر نفسه ريح معلول اللي اجهد بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت، فانت بتلعب بدون خط دفاع كامل. آم، فطبعا يعني يمكن احنا بنقول كولر بيعمل روتيشن دايما، بس كان اكتر خط بيبقى فيه ثبات يعني هو خط الدفاع بتاع الاهلي دايما. فكان يهمني اعرف التشكيل طبعا قبل المباراه تبتدي، فدخلت على اكتر من موقع عشان اشوف التشكيل، فحتى قريت التشكيل كان مكتوب بالشكل ده يعني هاني، مكتوب التشكيل الشناوي جون، وكان قدامه الدفاع أربعة، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، الدبيس، وكوكا. ودي كانت أول حاجة أنا مستغرب إزاي الدبيس هيلعب مساك في النص. ده على حسب ما كان مكتوب في المواقع يعني. في النص كان كاتبين فخري وشريف وفخري وقفشه وديانج، وقدام طبعا كان الثلاثه طاهر وكريستو وشريف. طبعا مجرد ان انا قريت التشكيل ده فلقيت الموضوع مستحيل يعني إن الدبيس يلعب مساك، فقلت بالتاكيد يعني ان هيكون الاقرب يعني ان يلعب فعلا ان يلعب فخري باك يمين والدبيس شمال وطبعا اسمه كوكا يطلع في النص، فيبقى التشكيل ده اللي توقعته يعني. وفعلا هو بدايه الماتش هي التشكيل كده اللي هو الشناوي في اليمين، فخري بينه وفي الشمال الدبيس، وبينهم خالد عبد الفتاح ورامي ربيعه. في النص كان كوكا وديانج وقفشه، وقدام كريستو وشريف وطاهر محمد طاهر. المباراة طبعا الأهلي كان فارض أسلوبه من أول المباراة، الأهلي كان أفضل لغاية لما أحرز الهدف بتمريرة رائعة من أحمد نبيل كوكا لديانج، اللي قطع من وسط الدفاع وتقدم وانفراد وقف كرة على فخده بمهارة كبيرة جدا ولعبها بوش رجله في سقف الشبكة. بعد كده بدأ المقاولين طبعا في الهجوم لغاية ما أحرز هدف التعادل. في كرة أعتقد إن كان فيها فاول على سافيولا، إن سافيولا بكوعه ضرب كوكا في وشه يعني. كوكا دخل يضرب، بس كان في كوع. طبعا سافيولا لعب الكورة ريحها فاروقة اللي حطها أوشايا في الجون. بعد كده برضو الأهلي بدأ يهاجم تاني لغاية لما خلص الشوط الأولاني بالنتيجة دي 1-1. مع بداية الشوط التاني الأهلي برضو استمر هجوم الأهلي وضغط الأهلي لغاية لما أحرز الهدف الثاني بأسيست كورنر، يعني بتلعب من كريستو، أسيست أول أسيست يعمله كريستو لشريف اللي أحرز الهدف الثاني. بعدها طاهر بأسيست من قفشة، وأخيرا طاهر بضربة جزاء. اللي برضه حاجة مهمة جدا يعني يعني يمكن في ناس كتير قالوا طب ليه ما شريف ما شاطش ضربة الجزاء، باعتبار ان شريف هو اللي بينافس على ضربات الجزاء. لكنه كولر مدرب منتظم، مدرب منظم يعني، وليه قواعد بيعملها، فهو معروف نمرة واحد بيشوط البيلن فيبقى هو اللي هيشوط ضربة الجزاء. وده يمكن شفناه في كهربا وهو ماسك الكورة وبيشاور مين اللي هيلعب انا ولا مين، جيت وخدها منه فقال له انا بسأل بره يعني. في الاخر راحت لطاهر، وطاهر دخل شاطها ببراعة يعني واحرز الهدف الرابع. المباراة زي ما بنقول الأهلي بمن حضر، الأهلي بيلعب بالصف الثالث، ما تقدرش تقول الصف الثاني، لأن احنا لو قلنا مثلا الصف الثاني اللي كانوا موجودين فهم شريف وطاهر وقفشة وربيعة يعتبروا صف تاني يعني، وممكن خالد عبد الفتاح.
لكن طبعا الشناوي هو الاساسي يعني. وبعدين باقيين بقى كلهم صف ثالث مش صف ثاني يعني، سواء الدبيس او سواء خالد عبد الفتاح اللي داخل جوه. انت بتلعب بفرقه في خط الدفاع اللي هو اكثر مشكله عندك، يعني لازم يبقى ثابت. بتلعب بخالد عبد الفتاح بيلعب في مساك مش مركزه، وبتلعب ب فخري بيلعب باك يمين مش مكانه، والدبيس بيلعب باك شمال. وهنا طبعا تحيه كبيره جدا لفخري اللي ادى دور رائع جدا سواء كباك او لما دخل في النص بعد كده مع التغييرات. وايضا لكوكا اللي كان رجل المباراه يعني، هو فعلا طلع فعلا من مان اوف ذا ماتش، كان عامل مباراه رائعه كوكا. وكريستو برضه عامل مباراه جيده. تغييرات الاهلي طبعا الخمسه اللي بعد كده نزل اللي اتغيروا يعني، كان تاو وعلي لطفي وتاو وعلي لطفي وكهربا ورأفت خليل. تاو وعلي لطفي وكهربا ورأفت خليل مين الخامس؟ مش فاكر مين الخامس. دول نزلوا التغييرات بدل كريستو، وبدل طبعا الشناوي، وبدل كريستو والشناوي، ونزل عبد القادر التغيير الخامس. كريستو والشناوي وديانج. كريستو والشناوي وديانج يعني. في حد مش متذكر مين بقيه الناس يعني. المهم يعني دي تغييرات الاهلي، اهم تغييرات في الاهلي، 5 تغييرات بتاع الاهلي. فعموما الاهلي يعني النهارده بتلعب بدون تشكيل في الصف الثالث، وبتكسب نتيجه كبيره. هيفي سكور يعني، تكسب 4 وتاني مره وكده. كولر يعني المفروض حد يقول له ان انت لا، كل واحد ليه تخصص. كولر كان تخصصه ثلاثات، الاربعات دي خلاص تخصص موسيماني يعني، هو اللي كان بيكسب اربعات. الاهلي طبعا بيبعد اكتر بالنقط، وان شاء الله يبقى موسم تاريخي باذن الله. لو كسب الثلاث مباريات الجايين هيوصل ل 90 نقطه. برضو نفس القصه بالنسبه لشريف، نتمنى انه يقدر يجيب 4 اهداف تانيين عشان ياخد هداف الدوري، ويبقى الاهلي حصل على كل الحاجات، ان هو افضل بطل الدوري وافضل هجوم وافضل دفاع، ويطلع منه باذن الله هداف الدوري. اعتقد ده اهم مكان في الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.